أهلا وسهلا بحضراتكم اليوم في حفل خريجي المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة. كل الشكر والتقدير لمجلس الإدارة على اليوم الجميل إن شاء الله بإذن الله اللي بيحرص سنويا نعمله. النهارده اليوم جميل جدا، في مفاجآت كتيرة جدا جدا بالنسبة للخريجين والمتميزين والطلاب المتفوقين في جميع الأنشطة. والآن مع مقدم الحفل المذيع بقناة أون سبورت الإعلامي محمد عفيفي. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير. مساء الخير على سادات وسادة الحضور الكريم في يوم كبير ومش عادي، لأنه هو يوم التتويج للمسيرة التعليمية اللي مرت أو استمرت على مدار سنوات طويلة بالنسبة للخريجين والخريجات اللي النهاردة بنحتفل بيهم بالتأكيد في إحدى أهم المؤسسات التعليمية بجمهورية مصر العربية، وهو المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة. كل التحية للقائمين على هذه المنظومة التعليمية الرائدة في جمهورية مصر العربية بالتأكيد. مش هنطول عليكم، لازم نبدأ الحفل النهاردة لأنه عندنا مجموعة كبيرة من الفقرات والتكريمات اللي هتكون موجودة النهاردة، والاحتفاء بطلابنا دفعة 2020 2021 2022. دايما الطلاب في القلب. انا افتكر كده كنت بعلق على منافسات العاب البحر المتوسط، في بنت انتوا عارفينها يمكن، هي بسنت حميده اللي كسبت 100 متر و 200 متر في العاب القوه يعني. كنت قلت لازمه كده في التعليم، قلت ده دي بنتنا اللي مننا، ودايما بقولها حتى في التعليم في المباريات. ففعلا انتوا بالنسبه للطلاب والطالبات والخريجين والخريجات هو كل واحد فيهم ابننا اللي مننا وبنتنا اللي مننا، اللي بيحرص المسؤولين عن المعهد العالي للدراسات النوعيه بمصر الجديده انه يكون الافضل دائما حتى ما بعد التخرج. فليكم كل تحيه وباذن الله مستقبل باهر ما بعد التخرج. نبدا حفلنا النهارده، وهيكون بدايه الحفل مع خير الكلام وهو القرآن الكريم وتلاوة قرآنية مباركة بالتأكيد نستمع إليها من الطالب إبراهيم رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارد من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. والآن مع طابور عرض الخريجين.
قطعنا طابور العرض اوائل الخريجين، بسم الله ما شاء الله صوره مشرفه. شعبة الدراسات السياحيه بالتاكيد لهم كل التحيه. شعبة نظم المعلومات، شعبة إدارة الضيافة، شعبة الإرشاد السياحي، وبالتأكيد أوائل الدفعات لهم كل التحية والتقدير بالتأكيد. الآن نرجو من الحضور الكريم الوقوف للاستماع على السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. الآن فليتفضل ويتقدم حملة الأعلام.
دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها، هم دول ولادها، بناتها دول حياتها، مصر دي أمانة فيهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. النجاح بالاجتهاد والعمل وبالضمير، النجاح انك تفيد بلدك ولازم تجتهد، النجاح ترسم طريقك بالطموح وعليك تسير، النجاح مش مستحيل للغني او للفقير. هم دول شبابنا، هم دول ولادها، مصر أقوى بيهم، مصر نور عليهم، دول أملنا فيهم نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. والآن مع كلمة الخريجين باللغة العربية هيلقيها الخريج أحمد محمد وهبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أما بعد، الأستاذ الدكتور سامح فؤاد حبيب رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ الدكتور سوزان أبو العينين عميد المعهد العالي للدراسات النوعية، الأستاذ الدكتور شروق عاشور وكيل المعهد العالي للدراسات النوعية، أساتذتنا الأعزاء وزملائنا الأعزاء وأولياء الأمور الأفاضل، نتقدم لكم بوافر التهنئة بمناسبة حفل التخرج لطلاب المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة. ونحن هنا اليوم لنجني ثمار مجهوداتنا ولنتقدم بالشكر والعرفان لأساتذتنا وآبائنا لمجهوداتهم قبل أن يمضي كل منا في طريق حياته المهنية. اليوم نحن هنا لنحتفل معا ونتمنى لكم أمسية سعيدة. أنا حابب أقول كلمة أخيرة. أنا حابب أشكر والدتي جدا لأن هي تعبت معايا جدا في حياتي. حابب أشكر الأساتذة بتاعتي. كنت رخم قوي معاهم، بسأل كتير. كويس ان هم استحملوني، يعني الحمد لله كانوا يعني ناس كنت اخ اصغر ليهم. بس شكرا، توفيق لي كمان. أما الآن مع كلمة الخريجين باللغة الإنجليزية تلقيها الطالبة روان رجب. Chief Administration Dr. Sameh Fuad Habib,
Dean Prof. Dr. Susan Abolanin, Vice Dean Prof. Dr. Shuru Ashur. Our dear parents and our beloved doctors, we congratulate ourselves to gain our certificates. We gain the fruits of our efforts, although we thank not only our parents but also our doctors for their efforts, and they exerted to help us to achieve our aims and goals. Before we join our professional career, we wish you happiness. Thank you. أما الآن مع كلمة الخريجين باللغة الفرنسية وتلقيها الطالبة حبيبة عبد العزيز. Le chef de notre établissement, Dr. Sama Habib, notre doyenne, Dr. Susanna Boulainin, notre vice-doyenne, Dr. Shuru Ashur, chers professeurs, chers camarades, chers parents, je vous félicite à l'occasion de la remise de nos diplômes. Aujourd'hui, nous sommes là pour cueillir le fruit de notre travail et pour dire merci à nos professeurs et à nos parents pour leurs efforts avant de nous séparer pour suivre notre chemin professionnel. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer ensemble. On vous souhaite une excellente soirée. Merci. أما الآن مع كلمة الخريجين باللغة الإيطالية تلقيها الطالبة يوجينيا عوني. Egregio capo associazione, dottore Sama Habib, spettabile nostra presidente, professoressa dottoressa Susanna Boulanin, pregiata vicepresidente, professoressa Shuru Ashur, colleghi, parenti familiari, distinti saluti. Oggi è una giornata straordinaria in cui siamo lieti volentieri per raccogliere il frutto del nostro lavoro prodotto e del nostro sforzo esprimendo altrettanto il ringraziamento e la gratitudine per i nostri buoni esempi dei professori e dei parenti. Prima di separarci ognuno nel proprio corso della vita, in questo momento siamo presenti per festeggiare ed impazzirci insieme. أما الآن فهيكون في عرض لنموذج مشرف لأحد الخريجين من المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة، وستقدمه لكم الدكتورة هند سلطان. فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ الدكتور سامح فؤاد حبيب رئيس مجلس الإدارة، الأستاذة الدكتورة سوزانا بولاعينين عميد المعهد، الأستاذة الدكتورة شروق عاشور وكيل المعهد، حضرات السادة والسيدات ضيوفنا الكرام، الأساتذة والزملاء أعضاء هيئة التدريس، والسادة أعضاء الجهاز الإداري وأعضاء الهيئة المعاونة والحضور الكريم، أسعد الله مساءكم بكل الخير. سعيدة جدا إن أنا معاكم، وليا طلب بقى من الخريجين هوجه كلمة ليهم، مش هدي محاضرة ما تخافوش. عايزاكم بس تحية كبيرة قوي لأولياء الأمور اللي موجودين معانا. وعانوا كل أنواع المعاناة عشان يشوفوكم قدامهم تملوا القلب قبل ما تملوا العين. طبعا هم النهارده بيفتخروا بيكم جدا كل الفخر. وبمناسبة الفخر بقى اسمحوا لي إن أنا قدمت لكم نموذج بفتخر بيه على المستوى الشخصي، وطبعا كل فرد من أسرة المعهد بيفتخر بيه. النموذج ده خريج 2014 قدر إن هو يحقق نجاحات، طبعا اشتغل على نفسه كتير جدا، كلام ليكم، وقدر إن هو يحقق نجاحات ويبقى شرف لمعهدنا إن هو يكون أحد أبنائه. النموذج ده للأسف هو مش معانا النهارده، كان نفسنا يكون معانا،
قدر ان هو يشغل مكانة مهمة جدا ويتخصص في مجال من اهم المجالات الحديثة وهو امن المعلومات. اذا كنا بنتكلم ان دلوقتي الثورة المعلوماتية وطول الوقت احنا بنتكلم ان دلوقتي المعلومات هي الاساس في كل شيء، واحنا بنفكر في اهمية المعلومات مهم قوي ان احنا نبحث كيفية الحفاظ على سرية هذه المعلومات. خريجنا تخصص في امن المعلومات وشغل مكانة مهمة جدا. كتير من حضراتكم دلوقتي هيقول يعني يشغل مكانة ايه؟ على مستوى قطاع من قطاعات الدولة، والمتفائلون هيتوقعوا ان هو بيشغل مكانة على مستوى الدولة كلها. لكن اللي حضراتكم بقى هتتفاجئوا بيه انه بيشغل مكانة وأهمية عالمية. وانا مش ببالغ، وحضراتكم هتتأكدوا بنفسكم لما تشوفوا الجزء ده من حلقة برنامج مصر تستطيع 29 سبتمبر الماضي. اتفضلوا. النهارده شاب مصري وهو المهندس ابراهيم حجازي. المهندس ابراهيم حجازي هو مدير فريق امن المعلومات في شركه فيزا هولندا. تخيل حضرتك ان اي عمليه دفع الكتروني عبر تليفونات ابل او سامسونج او ساعات ابل او سامسونج في العالم كله، هذا الشاب المصري المعجزه هو مسؤول عن تامينها على مستوى العالم كله. المهندس ابراهيم حجازي قدر وهو طالب في الجامعه انه يكتشف 190 ثغره في ياهو. المهندس ابراهيم حجازي وهو طالب في الجامعه قدر انه يكتشف 65 ثغره عاليه الخطوره في جوجل. المهندس ابراهيم حجازي جاب في الثانويه العامه 74% بس، لكنه صمم انه ينجح وانه يستمر وانه يقدر يحقق كل احلامه. اعتقد حضرتك سألتوني مستويات، وزي ما كان ابراهيم حجازي علم من اعلام الصحافه والثقافه في مصر، ابراهيم حجازي هيكون علم من اعلام امن المعلومات في مصر وهولندا ايضا. بدأ مدير لأنظمة تشغيل، ثم مهندس أمن معلومات، ثم مختبر اختراق، ثم محلل اختراقات إلكترونية، ثم مهندس حماية أنظمة وشبكات. وقبل ما تتوه وسط المسميات دي لازم تعرف إنه مهندس أمن معلومات في شركة فيزا العالمية، ويقود بنفسه الفريق المسؤول عن تأمين عمليات الدفع الذكية. المصري حاصل على جائزة أفضل مؤثر أمن معلومات في الوطن العربي من المؤتمر العربي لأمن المعلومات 2019 و2020، مصنف كأفضل باحث أمني لشركة ياهو 2014 و2015 بعد اكتشافه لعشرات الثغرات عالية الخطورة في مواقع وتطبيقات الشركة. كل مواقعه دي ما منعتوش من انه يقدم لمصر كتير. عمل ضمن فريق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر في مصر، وده فريق تابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووظيفته الاستجابة لعمليات الاختراقات على الجهات الحكومية والبنية التحتية الإلكترونية الحساسة لمصر. ده غير مشاركته في عدد كبير من مشاريع محاكاة الاختراق على بنوك عالمية. عرفتوا بقى ان العظمة مش في الاسم وبس، وان صاحب الاسم هو صاحب الفضل. يا اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا باشمهندس؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله؟ كله تمام. الواحد بيكون سعيد في البرنامج ده لما بيقابل ضيوف اصغر منه في السن. طبعا الحلقه طويله جدا فحرصا على وقت الحفله، فان شاء الله هتلاقوا اللينك بتاع الحلقه نازل على صفحه المعهد.
واكيد حضراتكم عذرتوني في الكلام اللي انا قلته، هو يستحق اكتر من كده بكتير، وانا كان نفسي يكون معانا ابراهيم النهارده، بس طبعا حضراتكم عارفين هو كده في هولندا اقامه كامله، لكن ان شاء الله هو بيوعدنا ان هو هيبقى معانا باذن الله في المعهد اول ما ينزل في الاجازه باذن الله، وهنعمل له اكيد احتفال مخصوص. دلوقتي طبعا عشان انا نفسي يكون معانا وانا مش عارفه اعمل ايه، ففكرت ان احنا نعمل فيديو يقول كلمتين يشارك معانا وهو في هولندا، وطبعا الكلمه برضو الفيديو بتاعه كبير شويه، فهنشوف جزء صغير وبعدين ان شاء الله هينزل برضو على صفحه المعهد. انا بشكر حضراتكم جدا جدا، منورينا ودايما سعداء في حفلات التخرج، نسعد بخريجنا، وان شاء الله حضراتكم هتستمتعوا دلوقتي مع ابراهيم حجازي. اسمي ابراهيم حجازي، بشتغل في مجال امن المعلومات، وحاليا مسؤول عن اداره فريق امن المعلومات الخاص بشركه فيزا في فرعها في هولندا. تواصل معايا شخص عزيز عليا وهو دكتوره هند، وطلبت مني ان انا اسجل لكم كلمه بخصوص حفله التخرج، واللي بقول لكم عليها مبروك مقدما ان شاء الله، باعتبار ان انا خريج اكاديميه المستقبل في فرعها في مصر الجديده ميدان الحجاز. فحبيت اسجل لكم الكلمه دي عشان اقول لكم الاول مبروك على حياتكم العمليه اللي بدات فعليا بحفله التخرج، وتاني حاجه عشان اشارك معاكم تجربتي، واقول لكم كمان اللي حابب يدخل مجال امن المعلومات ممكن يعمل ايه. وبحب اوجه الشكر في الاول لدكاتره كتير، اتبسطت جدا بان انا درست معاهم، وان كانت بتاخدني الذاكره ببعض الاسماء يعني، لكن اتذكر طبعا اكيد دكتوره هند ودكتور احمد سعيد ودكتور هدايات، يعني ربنا يبارك في عملهم وفي عمرهم يعني ان شاء الله. طيب انا تجربتي كانت ان انا بدات فكره الكورسات والمذاكره على جنب من قبل الجامعه حتى، فده كان بفضل الله يعني انه كنت محدد طريقي من البدايه، وده حتى انت لو بصيت حواليك في الدفعه هتلاقي في ناس محدده طريقها او عارفه خلينا نقول هي عايزه تذاكر ايه، وناس تانية بتكون مثلا هو على قد ان هو بيذاكر مثلا وبيجتهد في الجامعه مثلا عشان يجيب مجموع، وفي ناس طبعا اللي هي ايه ما فيش خالص مسقعه زي ما بنحب نقول يعني. فاللي مسقع ده طبعا نصيحتي ليه اكيد ان هو يحدد لنفسه هدف، لانه مهما انت كنت معتمد على ان في واسطه او حد هيساعدك او بتاع الحاجات دي ما بتدومش طبعا عن تجارب سنين يعني في مجال العمل. فلو انت ما ساعدتش نفسك ان انت يكون عندك ما يثقلك علميا او عمليا، فللاسف بيكون الموضوع صعب جدا جدا انت تكمل في اي عمل. فحط لنفسك هدف، لو مش حاطط لنفسك هدف او مش عارف ازاي تحدد لنفسك هدف، فممكن تسال نفسك سؤال بسيط جدا، انا عايز اطلع ايه؟ انا عايز اشتغل ايه؟ وبناء على ده انت خلاص فعليا حددت الهدف، وتبدا بقى تشوف ايه مثلا الكورسات اللي انت محتاج تذاكرها عشان تدخل الشروحات دي. مرة تانية سعيد جدا بتواجدي معاكم النهارده، وبتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق باذن الله. نماذج مشرفة بنتابعها بالتأكيد من خريجي المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة، واللي جاية أكتر وأفضل بإذن الله. لكل نجاح شركاء، والنهارده شركاء نجاح هم رعاة الحفل. لازم نقدم لهم تحية بالتأكيد ونستمع كمان إليهم. النهارده عندنا مجموعة كبيرة من الشركات اللي تبع حفلنا في هذا اليوم. شركة أنوفيرا لتكنولوجيا التعليم، مركز خدمات التنمية CDS، شركة نيفل لإعداد الموارد البشرية، سلسلة مطاعم الموازن، شركة مايكروسوفت، شركة إتوال للتجارة وصناعة الحلوى، وبالتأكيد مؤسسة كامل للتدريب والاستثمار. والآن يتفضل الأستاذ السيد محمود الديب ممثل شركة أنوفيرا لإلقاء كلمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور والأفاضل الكرام، يسعدني النهارده إن احنا نكون معاكم. يمكن أحسن حاجة عجبتني النهارده الشاب محمد حجازي أو إبراهيم حجازي، إنه هي دي دفعة حقيقية للطلبة بتوعنا وطلبة المستقبل. واحنا عندنا في شركة أنوفيرا، هي شركة تأسست سنة 2013 مركزة التركيز على تكنولوجيا المعلومات في مصر والوطن العربي. والحمد لله النهارده
بعد حوالي تقريبا 10 سنين أصبحت شركة كبيرة، شركة رقم 1 في كروس مصر وأفريقيا والوطن العربي في الشاشات التفاعلية للأغراض التعليمية. النهارده احنا الحمد لله بنفتخر ان احنا عندنا حوالي اكثر من 70,000 شاشه في مصر والسعوديه والامارات وحتى جيبوتي وموزمبيق وكينيا كمان. احنا من دواء السرور بتاعنا احنا نشتغل مع المعهد العالي للدراسات النوعيه في مصر الجديده، والاحساس بتاعنا ان احنا بنشتغل معاكم ده لان احنا يهمنا ان احنا ندعم العمليه التعليميه في مصر، لان على المدى البعيد احنا عارفين كويس قوي ان اهم حاجه لمصر هي القيام بالنهضه التعليميه. وفي النهايه انا بحب اشكر الجميع، واخص بالشكر طبعا الاستاذ الدكتور سامح فؤاد حبيب والاستاذه الدكتوره سوزان حسن ابو العينين، وان شاء الله بعد الحفله في درع من ناحيتنا هنسلمه لحضراتكم ان شاء الله. شاكر افضلكم مره ثانيه وشكرا جزيلا. أما الآن أدعو الدكتور هشام عيسى مدير البرامج بشركة أو مركز خدمات التنمية CDS ليلقي كلمته. مساء الخير على حضراتكم جميعا، السيدات والسادة، أبنائي وبناتي طلبة المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة. أنا بتشرف جدا إن أنا موجود مع حضراتكم النهاردة بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع زميلاتي وزملائي في مركز خدمات التنمية. بنتمنى لحضراتكم كل التوفيق والنجاح، وإحنا موجودين النهاردة عشان نبارك لكم ويعني نحتفل معاكم يوم الخريجين. 3 دفعات عندنا ما شاء الله، يعني معنا مجموعة كبيرة من الشابات والشباب اللي هم بيمثلوا مصر، واحنا يعني بنتشرف جدا ان احنا موجودين مع حضراتكم النهارده. احنا مركز خدمات التنمية بنشرف بالعمل مع المعهد العالي للدراسات النوعية في مساعدة الطلبة على التشغيل بعد كده في قطاع الصناعات الغذائية والعمل في الفندقة، السياحة والفندقة. احنا شغالين في مصر والمنطقة العربية من سنة 90، بنقدم برامج مختلفة في مجال التنمية البشرية ولا سيما إعداد الشباب وإعداد الكوادر الشبابية عشان يكون ليهم دور في مجال العمل العام بصورة عامة، وياخدوا مناصب، يتخلدوا مناصب رفيعة على مستوى الدولة. عندنا البرنامج اللي احنا بنشرف فيه بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات النوعية هو اسمه حلمك بإيدك، وده مختص بمجموعة من الدورات التدريبية على مدار 42 يوم، مجموعة من المهارات الحياتية، مهارات التوظيف، وكذلك مهارات الطبخ والعمل في مجال الفندقة والسياحة سواء في المطاعم أو في الفنادق. هذا التدريب مجاني بالكامل لأن هو منحة داخل فيه عدد من الشركاء، وده احنا بنعمله مع غرفة الصناعات الغذائية. عندنا برنامج آخر اسمه دورنا أو دورك اللي بتحلم بيه، ده ليه منصة كبيرة أو ويب سايت كبير، وفي برضه جزء من الأمن المعلوماتي ونقاط كتير طبعا اتكلمت فيها الأستاذة الدكتورة الفاضلة هند فيما يتعلق بدور الشباب ان هم يكون لهم مجال في العمل العام. فبنساعد الشباب ككوادر شبابية ان هم يشتغلوا فيما يتعلق بالمبادرات المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 في ظل الجمهورية الجديدة. شغالين في برنامج بتاعنا بنعد 1000 قائد وقائدة من الشباب والفتيات يكون ليهم أدوار مجتمعية، وده بنعمله بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وشركائنا من المنظمات المجتمع المدني. سعيد جدا ان انا موجود مع حضراتكم النهارده، وبتمنى لكل شبابنا وبناتنا كل التوفيق والنجاح، والف الف مبروك. شكرا. بشكرك شكرا جزيلا بالتأكيد الأستاذ محمود الديب والأستاذ الدكتور هشام عيسى. أما الآن ممثل شركة نيفرت
اعداد الموارد البشريه فليتفضل القاء كلمته. السلام عليكم. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم. بحب أقدم لكم التحية والتقدير لكل الدكاترة والأساتذة الكرام وكل أولياء الأمور وجميع الطلاب. حقيقة أنا فرحانة جدا إن أنا معاكم النهاردة في الاحتفالية اللي بتكلل مجهود 4 سنوات من الدراسة. إحنا دلوقتي وصلنا لنهاية مرحلة كاملة من الجهد. هننتقل لعالم جديد، عالم يعترف بالمهارات والتطور الدائم يجب علينا جميعا مواكبته. لذلك استمروا في التعلم واكتساب المهارات دائما. التعلم هو الطريق اللي هيفتح أمامك الكثير من الأبواب، هو الطريق الذي سيجعل لك ثقلا في سوق العمل الحر. باسمي وباسم شركة نفرت بنقدم لكم كل التهنئة وربنا يوفقكم في كل حاجة إن شاء الله. شكرا. أما الآن فنستمع لكلمة ممثل سلسلة مطاعم أبو مازن. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس مجلس الإدارة، السيد عميد المعهد، الأساتذة الكرام، طلابنا وضيوفنا الكرام، أهلا وسهلا بكم. في البدء أتوجه بالشكر لكل القائمين على هذا الحفل وعلى حسن الضيافة، وأود أن أوجه خالص التهاني لطلابنا الذين اجتهدوا وأجادوا ليس في هذا العام فقط بل على مدار ال4 سنوات الماضية. وأود أن أعبر وزملائي من إدارة شركة مطاعم أبو مازن عن مدى فخرنا بالمشاركة معكم في تلك الاحتفالية الرائعة، والتي يتوج فيها مجهود استمر لسنوات لحين الوصول لهذه اللحظة الثمينة. وكل ما أنصحكم به في هذه اللحظة قد خضتم بالفعل طريقكم الدراسي، ولكن طريق العلم بالنسبة لكم مستمر لا ينتهي. فانهلوا منه بحر العلم واسع الذي لا ينضب أبدا، واعلموا أن مستقبل باهر ينتظركم بقدر ما حققتم من نجاح وتفوق. وتتمنى إدارة شركة أبو مازن السوري لكم مزيد من النجاح والتوفيق والحياة المديدة، ويشرفنا أن نمد يد العون لشبابنا الخريجين وظاهرة وعناد هذا المجتمع وفتح باب التدريب والتعيين في وجه كل الخريجين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارة معهدكم المحترم. وجاء ذلك في إيماننا بفكرة إنك إذا أردت بناء مجتمع ناجح ومتقدم فعليك بالشباب، فهم خير البناء لهذا المجتمع. ونوعدكم ببذل كل الجهد لإنجاح هذا التعاون ومساندة جميع الخريجين في إيجاد ما يناسب من فرص عمل وتدريب لتمنحكم الخبرة الكافية لمواجهة ما هو قادم في حياتكم المهنية المستقبلية، والله الموفق. شكرا. أما الآن مع كلمة ممثل شركة سيلفورد مايكروسوفت. مساء الخير جميعا. استاذ الدكتور سامح فؤاد حبيب، استاذه الدكتوره سوزان، يعني الاباء والامهات، ابنائنا الطلاب، انا سعيد جدا وبهنيكم ان احنا موجودين معاكم النهارده، وبنقل لكم الشكر والتهنئه من كل اعضاء سياسه البورد ومايكروسوفت. يمكن انا ليا تجربه مع الدكتور سامح النهارده 3/12/2002 كانت اول مره بتقابل مع الدكتور سامح في مكتبه، ومن يوم 3/12/2002 على مدار 20 عام ان احنا بنتعامل مع الاكاديميه. شرف كبير لينا ان احنا كمايكروسوفت كسياسه البورد ان احنا نبقى متواجدين وان احنا نقدم.
وبناء عليه انا هعلن اعلانين بعد اذن الدكتور سامح. رقم واحد ان احنا عملنا منصه لرواد الاعمال. منصه رواد الاعمال كل ما هو طالب حابب ان هو يعمل مشروع او عنده فكره مشروع نقدر ان احنا نساعده بالتدريب مجاني بالشهادات الدوليه، بعمل البيزنس بلان، ان هو يقدر يحصل على الفند ويقدر ان هو يطلع المشروع بتاعه للنور. حضراتكم اي حد حابب ان هو عنده فكره مشروع تحت اشراف اكاديمي كامل من الاكاديميه والمعهد، هيبقى المشاريع كلها هتطلع ان شاء الله للنور. الحاجه الثانيه اللي حابب في حضراتكم ان هو يبقى عنده فرصه تدريب من اجل التوظيف في سيرتي بورت او القطاعات اللي بتتعامل معاها، احنا بنشتغل في 148 دوله على مستوى العالم. فاحنا سعداء وهنستقبل طلبات حضراتكم كلها عن طريق مركز مايكروسوفت في معهد المستقبل. شكرا لحضراتكم. أما الآن مع كلمة ممثل شركة إتوال للتجارة وصناعة الحلوى. تفضل. عايز ارجع عايز ارجع هرجع ولا انت لايف؟ يا ابني في ايه؟ انت لايف؟ اقعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. جينا بدعوة كريمة من إدارة المعهد، وحابب أشكر دكتور سامح ودكتور سوزان وكل الناس اللي موجودين النهاردة، الأخوة الحضور والخريجين وأولياء الأمور اللي بيجنوا ثمار تعب سنين. أنا في يوم من الأيام خريج من ضمن الخريجين اللي كانوا موجودين. أنا كنت دفعة 2009. فزمان ما كانش فيه الكورسات، يعني اللي كان بياخد ICDL زمان كان هو بالنسبه له ده كده اسطوره، يعني كان بياخد تبع وزاره الاتصالات ساعتها او اي حاجه او اي خريج. لكن انا حابب فعلا اشكر المعهد لان بيدي كورسات بتؤهل فعلا لسوق العمل. يعني انا دلوقتي كHR لما بيجي لي خريج طب بساله طب انت ايه خبراتك؟ بصراحه احنا عاملين بروتوكول مميز جدا 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 مع اداره المعهد. كل الخريجين اللي بتيجي تتعين في شركه اتوال، يعني كل الناس عارفه ان اتوال يعني اقول لهم اتوال يقولوا لي ايوه بتاعت الكنافه، بس ما حدش يعرف حاجه عن اتوال غير الكنافه بس. لكن الناس كلها اللي موجوده يعني لو جوهم الشركه عندنا باذن الله للطلبه او الخريجين بنمنح تدريب وبنمنح تعيين في جميع المجالات، لان احنا عندنا شركه قابضه كامله للصناعات الغذائيه، مقرها في شبرا الخيمه، ولينا 30 فرع، ولينا مصنع حاليا تحت الانشاء في العبور. وجينا بدعوه كريمه، وحابب اشكر كل الطلبه والخريجين. النجاح بيجذب النجاح بيجذب النجاح، والنهارده يومكم، فانا عايزكم تستمتعوا وعايزكم تاخدوا النهارده قفزه للمستقبل تبني عليها، تقول انا النهارده انا نجحت واتخرجت وعايز بكره هبقى ايه؟ زي زميلكم اللي كان موجود استاذ ابراهيم حجازي، يعني ده مثال وفخر لينا كلنا، لكل المصريين، مش لواحد ولا اتنين، لا لينا كلنا والله. وحابب اشكركم جميعا على حضوركم. شكرا. وختام رعاة الحفل مع مؤسسة كيمت للتدريب والاستثمار، فليتفضل ممثلها. مساء الخير عليكم جميعا. بقدم التحية لكل المتواجدين معانا. شركة كيمت للتدريب هي ليها الرؤية بتاعتها اننا نفسنا نكون محل الرئيسي دوليا ومحليا للطلاب ان هم يكتسبوا من خلاله مهارات سوق العمل، وعشان كده احنا معتمدين من هيئة الجودة الأوروبية. وبالاحتفال الجميل ده نحب نوجه اوفر بسيط للطلبة الخريجين والأوائل ان هم ممكن يحصلوا على التدريب من أي تدريبات شركة كيمت مجانا، بمجرد ان انت بس تسجل اللينك وتدخل انت موجود معانا في التدريب ان شاء الله.
أحب برضو أوجه كلمة للخريجين. مبروك عليكم بداية فصل جديد من حياتكم. اوعى تفتكر ان لما حد يقول لك انت هتخرج بره هتلاقي الدنيا بسيطة وجميلة، لا، انت هتتعب، وكل ما تقع قوم ونفض هدومك وابدأ من اول وجديد. اوعى تيأس، ولما تلاقي الفرصة المناسبة ما تقولش انا خلاص كده في السليم، لا، اتعب واشتغل وطور من نفسك اكتر عشان توصل لمكان احسن. وبالمناسبة الجميلة دي، أي كيان ناجح وأي منظومة ناجحة بيكون ليها قائد كبير وقائد عظيم. ونحب نوجه درع بسيط للسيد الأستاذ الدكتور سامح فؤاد. وشكرا جزيلا. مع ختام الكلمة لكل ممثل من ممثلي شركاء النجاح لحفل اليوم، بالتأكيد نصل لما هو أهم بالتأكيد. والآن مع كلمة الأستاذ الدكتور شروق عاشور وكيل المعهد. تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم النفس الإنسانية التي كرمها الله سبحانه وتعالى، باسم التسامح والحب والأخوة والعطاء. تحياتي للحضور الكريم، تحية إجلال وتقدير. إنه لمن فرط سعادتي أن أكون مع هذا الجمع، قائد المنظومة الأكاديمية، أب الكل، السند الدائم لنا جميعا، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات النوعية دكتور سامح فؤاد حبيب. الغائب الحاضر، التطور، روح الشباب، رؤية المستقبل المشرق، دكتور سيف نائب رئيس مجلس الإدارة. السادة الحضور الأجلاء، والآن نأتي إلى من جعل معهدنا السمة الأساسية له التميز، التألق دون العديد. مثال العمل ثم العمل ثم العمل بلا نهاية في جميع الاتجاهات. إنها العميد النشط الدؤوب، العملي بلا كلل ولا ملل، أستاذ دكتور سوزان أبو العينين. تحية إجلال وتقدير ليست مني فقط، بل من جميع أعضاء هيئة التدريس الموقرين والهيئة المعاونة والهيئة الإدارية بالمعهد، طلاب الأحباء، أولياء الأمور الكرام. اليوم نسعد ونفرح معا سعادة لا وصف لها للوصول لثمرة زرعة العمر، نتاج سنوات عديدة قضاها أبناؤنا في مراحل تعليمية عديدة. اليوم إهداء لكم وإدخال السعادة والفرح علينا جميعا بطلابنا الخريجين، فالكل يعمل من أجل بيتنا الكبير مصر لإخراج جيل مستنير مؤهل لسوق العمل ومكلل بالانتماء والحب لمصرنا الحبيبة. دمتم بخير وحياة مهنية سعيدة. أما الآن فلتتفضل المنصة
لبدء مراسم التكريم والحفل. والآن مع كلمة الأستاذ الدكتور عوض عباس مقرر لجنة معاهد السياحة والآثار بقطاع التعليم وزارة التعليم العالي. فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. ألف مبروك. ألف مبروك لأولياء الأمور أولاً ثم أبنائنا الخريجين. نتقدم بخالص الشكر لإدارة المعهد، رئيس مجلس الإدارة والسيدة العميدة والسيدة الوكيلة والسادة أعضاء التدريس. مجهود عظيم بذل من أجل أبنائنا الخريجين، ونتمنى للمعهد استمرار المسيرة بالتخصصات الجديدة في قطاع السياحة والفنادق. في حاجات جديدة، مفاجآت هتحصل بإذن الله السنة دي، في لوائح جديدة هيتم تطبيقها بداية من العام الدراسي الجديد بإذن الله. برنامج الساعات المعتمدة لأول مرة في قطاع معاهد السياحة، الفود سيفتي. وبطلب من الأستاذ اللي كان مسؤول عن الصناعات الغذائية إنه يهتم برنامج الفود سيفتي من أجل إعداد الخريجين للعمل في قطاع الفنادق والمطاعم. وفي برنامج تاني أتمنى إن أنا أشوفه في المعهد ده، أنتوا أقرب معهد لمطار القاهرة الدولي، فمش معقولة ما يبقاش عندكم الضيافة الجوية. بكالوريوس الضيافة الجوية هيبقى حاجة جميلة جدا إنه موجود في معهد الحجاز. هو أقرب مكان للمطار، فمفروض إن معهد الحجاز أو معهد الدراسات النوعية يسبق كل معاهد القاهرة في الحصول على هذا التخصص. أنا مش هتكلم تاني لأن الدكتورة عمالة تهددني بإن أنا لا شاورما ولا إيه تاني ولا إتوال. مش عارف بقى أخويا وزميلي وحبيبي ابن جامعة القاهرة الدكتور مجدي عبد القادر، طب أنا هددوني بالشاورما، طب الدكتور مجدي هيهددوه بإيه؟ طبعا بشكر إدارة المعهد على الاهتمام، وأتمنى أنا بحضر كل سنة، السنة الجاية أتمنى إن أنا أجي أبارك لطلاب المعهد على تطبيق اللوائح الجديدة اللي هتبدأ من العام الجامعي 23-24 بإذن الله. وخالص شكر والتقدير للسادة أعضاء هيئة التدريس اللي تعبوا. أنا عارف إن أولادنا الجيل الجديد ده بقى شقي جدا والتعامل معاهم صعب، ولكن أسرة المعهد أسرة حكيمة وعارفة بتتعامل معاهم إزاي، وبنشوف ده في مستوى الخريجين. شكرا شكرا شكرا. كل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عوض عباس. أما الآن مع كلمة النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، فلتتفضل. مساء الخير. لا مش سامعة. مساء الخير. ألف مبروك. انتوا لو تشوفوا شكلكم وانتوا قاعدين كده انتوا عارفين تستحقوا ايه؟ سقفة كبيرة جدا. شكلكم جميل ومبهجين للقلب
زي ما الدكتور قالت. الحقيقه ان انا فخوره ان انا في وسطكم النهارده، فخوره جدا جدا ان انا في وسط اولياء اموركم النهارده، لان هم الجنود الحقيقيه اللي معايا. وفخوره جدا ان انا في وسط هيئه تدريس محترمه، يعني من اول لحظه دخلت فيها معاهم وانا حاسه ان هم كلهم عاملين زي كده اهل العروسه واهل العريس، فرحانين بيكم اكتر مما انتم فرحانين بنفسكم، ولان انتم ثمره تعب وجهاد ليكم كبيره جدا وليهم هم كمان. بتمنى لكم من قلبي كل التوفيق، وليا عندكم رساله صغيره عايزه اقولها لكم. النهارده كانت بدايه النجاح، مفيش شك ان احنا كلنا فرحانين بالنجاح ده، ونتيجه ثمره 4 سنين مجهود ومذاكره كل واحد فينا جاهد بطريقته، وفي الاخر كلنا قاعدين مع بعض ناجحين. لكن الحقيقه واللي لازم نقابل بيها نفسنا واحنا كده متقبلين الحقيقه ان النجاح سهل، ولكن استمرارك في النجاح هو الاصعب. كام واحد النهارده اتخرج؟ عدد كبير. كام واحد في كليات تانية اتخرج السنه دي؟ عدد اكبر. كم معهد خرج شباب وطلبه كتير؟ عدد اكبر واكبر واكبر. كم واحد هيبقى في يوم من الايام مكان دكتوره سوزان او مكان دكتور سامح او مكان دكتور شيرين او مكاني انا في مجلس نواب؟ عدد اقل. ليه؟ لان استمرارك في النجاح اصعب كتير من انك تنجح. انك تكون اسم في قائمه او في كشف ده ممكن يبقى سهل، لكن انك يكون اسمك زي ابراهيم وزي ناس تانية كتير ده صعب. عشان تنجح عندك كلمه نجاح هي المؤشر اللي لازم يبقى في عينينا. نجاح اول حرف فيه ايه؟ الناس اللي معانا في العربي اول حرف في نجاح ايه؟ نظام. عشان تنجح اول حرف في كلمه نجاح نظام. صعب قوي 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 انك تشوف شخص ناجح ما هوش منظم. صعب قوي انك تسال واحد عندك ايه بكره وهو شخص ناجح وما يبقاش عنده 1 و2 و3 من الخطط. نظم وقتك، نظم وقت لبيتك، نظم وقت لنفسك، نظم وقت لكورساتك، نظم وقت لخروجاتك ولاصحابك، نظم وقت لكل حاجه في حياتك. طول ما انت قادر تنظم وقتك هتستمتع بكل حاجه. يبقى نجاح نون، بعدها حرف ايه؟ جيم. جهد. اوعوا تكونوا فاكرين ان ال4 سنين اللي انتوا عشتوهم هو ده اقصى جهد. ابدا. ليه؟ جهد جاي. جهد وانت بتشتغل وبتبذل مجهود في شغلك، مش رايح قاعد على مكتب اقصى مطموح. جهد وانت بعد شغلك رايح كورس تاني عشان تطور من مهاراتك، مش هتروح عشان ترجع تقعد على قهوه او تنام. جهد وانت بتعمل مشاوير مع اسرتك لانك حاسس انك شخص مسؤول، مش عايز تروح علشان تنام عشان تصحى الصبح بكره. جهد في كل حاجه بتعملها في حياتك. صعب قوي تشوف راجل ناجح ما بيبذلش جهد وهو بيعمل كل حاجه. تالت حرف ايه؟ ألف. صح؟ نون جيم ألف. نجاح. إيمانك بالله وإيمانك وثقتك بنفسك سر من أسرار نجاحك. محدش أبدا 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 كان مع ربنا وفشل. أيا ما كان ديانتك إيه، طول ما أنت واثق في ربنا وواثق في قدراتك هتلاقي النجاح حليفك. أخيرا حرف الإيه؟ الحاء. حب. حب البلد اللي اديتك حتى لو لسه ما اديتكش قوي، وانا عارفه ان لسه الاحلام جايه كتير. حب شغلك اللي انت رايح تعمله حتى لو مش هو احلامك الكبيره اللي انت نفسك توصل لها. حب المكان اللي انت خرجت منه علشان يوم من الايام تكون زي ابراهيم او غيره وتكون قدوه لزمايلك اللي جايين يتخرجوا بعد دفعه واثنين وثلاثه. حب بيتك اللي تعب علشان يشوفك النهارده في صوره مشرفه. حب اهلك، حب جيرانك، حب الوطن، حب كل حاجه انت بتعملها هتلاقي نفسك على طول ناجح. يبقى نون نظام، جيم جهد، الف ايمان بالله وايمان بثقتك في نفسك، ح حب هتحصد على طول استمرار في النجاح. من قلبي بتمنى لكم كل النجاح، ومن قلبي بتمنى اشوفكم قاده الوطن في المستقبل. شكرا. شكرا سياده النائبه مرسى محروس. بسم الله الرحمن الرحيم. والآن موعد الوفاء والتكريم لزملائنا الأعزاء
الذين كانوا معنا وبدأوا حياة هادئة بعد التقاعد. نتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لمن ساهموا معنا في النجاح وتحقيق الأهداف. ومهما جمعنا من عبارات الشكر والثناء فلن نوفيهم حقها، فكل الكلمات والعبارات هي مجرد قطرات في بحر جهودهم التي بذلوها في سبيل نجاح وتقدم المؤسسة. لمسة وفاء الأستاذ الدكتور هداية محمد محي الدين. دكتور روح ما تنسينيش دكتور سامع. الأستاذة نادية عبد السلام حتحور. السيد موريس إبراهيم موسى وليتفضل. أما الآن مع لحظة التكريم، تكريم أبنائنا الخريجين، والبداية هتكون تكريم خاص للخريج إبراهيم حجازي مدير أمن المعلومات بشركة فيزا العالمية بهولندا ودرع المعهد، تتسلمه بالنيابة عنه السيدة زوجته بالتأكيد السيدة أسماء، تتفضل.
التكريم دفعة 2022 والبداية مع شعبة نظم المعلومات الإدارية أوائل الدفعة. الخريج مريم جمعة قليل. سارة محمد عاصم محمد. أما الآن مع أوائل شعبة نظم المعلومات. تكريم الخريجين لشعبة نظم المعلومات 2022. أحمد عمرو إبراهيم سوري. أحمد فوزي مصطفى. ايوه اصل كان وضع مش عايز علاء اشرف محمد. انا بطل اشوف تمام مش لازم يقف اصور هو ماشي مش لازم يقف لا 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 تمام بيكسب وقت كتير يا بابا ليهم صوره هي خدها له اهي خد له قاعده لازم يقف لازم يقف عشان الوقت الفكره لو قعدت كده مش هتعرف. بقول لك ايه اقف كده خد الصوره يا سيد جلال الفوزي. بسرعه بقى يلا دكتور حازم طارق موسى. ايه يا بابا بابا رانيا عبد العال. سندس احمد محمد محمود. زين الدين احمد عبد السلام. يا حبيبي حاضر حاضر يا مين عبد الرحمن ايمن محمد ابو العز. يا ابني عارف الكلام ده. يوسف رمضان. محمد أكرم محمد سعيد. محمد رشدي صوفي محمد. مصطفى أحمد نور الدين. دكتور حسيت عم بيفتكر عشان نعم الله أحمد محمد فؤاد. نورا عادل سعيد. مراد سيد عوض سيد. هذا فتوح عبد الرب.
عازف وجيه عبد العظيم، عازف وجيه عبد اللطيف. علاء معوض سعد. حنان محمد محمود الشمال. أما الآن مع شعبة إدارة الأعمال السياحية خريجين 2022. شعبة إدارة الأعمال السياحية. الآن نبدأ مع ندى محمد بخيت عبد الباقي من أوائل الدفعة. نسمع رضا السيد كامل. يارا إبراهيم نبيل عبد الوهاب. كريستين موريس ظريف. والآن مع الخريجين ونبدأ مع أشرف محمد عبد الوهاب. أماني محمد علي ليبي. أميرة سعد محروس. إيمان علي عيسى عطار. دينا مهران عبد الفتاح. روان هشام أحمد جمال الدين. شيماء طبعا عبد المجيد عباس. مريم فادي مكرم مفتاحيل. مكاريوس بطرس علي. هشام شعبان محمد. هشام شعبان عباس. شيماء هشام محمد أحمد. والآن مع شعبة رياضة إدارة الرياضة 2022 والبداية مع زياد أحمد حمداني. محمد صالح جمعة صالح. مريم عمرو أحمد عثمان. كامل شريف كامل. شهاب الدين حسني عبد الحليم. يا صباح. أسماء يسري عبد النبي محمد. والآن مع شعبة الإرشاد السياحي 2022 الأوائل إسراء أشرف عبد الوالد.
رانيا ياسر عبد الله يوسف. أما الآن مع خريجين من شعبة الإرشاد السياحي 2022 جمانة حاتم فكري محمد. جمانة بالمناسبة لبطل البلدية العالمية مميزة سنة في ثانية. دنيا هاني رجب. امشي عالصعب واعرف انا لما بقيت اللي تفكر في ازمه خوفك منه ملوش لازمه واكيد عالصعب واللي زمان نقطع أما الآن مع شعبة تطلب على المعلومات الإدارية 2021. البداية هتكون مع أوائل شعبة تطلب المعلومات الإدارية 2021. مارينا صابر سعيد. ليلى عادل مصطفى. جميل محمد غالب. والآن مع خريجين شعبة تطلب المعلومات الإدارية 2021 إسراء سعيد حسن البطراوي. إسراء عبد العال. رغد زكير عبد المقصود. ساندي هاني كمال. نورهان يحيى احمد. عمرو اسماعيل السيد. واحمد محمد احمد. الآن شعبة الدراسات السياحية 2021. شيرين فتحي عبد الفتاح. برهان عصام فهمي. وأديب طارق محمد كامل علي. بسرعة يلا يلا. أما الآن مع شعبة الضيافة 2022. شعبة ضيافة إدارة الضيافة 2022 زياد أحمد حمدان. محمد صالح جمعة صالح. مريم عمرو أحمد عثمان.
الرحمن. محمود جمال محمد عبد الرزاق. محمود جمال محمد عبد الرزاق. أمين عثمان جابر. أمنية عثمان جابر. شروق طه مصطفى محمد. طبعا 2020 ابراهيم شريف سعيد. اسماء محمد عبد العليم. امام ماهر سليم. امام محمود سيد عبد الناصر. ريم عاطف سيد حسن. محمد احمد عبد النبي احمد. منى ابراهيم عبد الفتاح. منة الله قاسم عبد العزيز. منة الله محمد احمد مصطفى. منة الله مصطفى محمد احمد ابراهيم. منة الله مصطفى احمد ابراهيم. الشيماء سيد الغزالي. والآن شعبة الدراسات السياحية دفعة 2020. الأوائل ملك رؤوف حبيب. ولاء إبراهيم حسن. فاطمة طارق عبد الرحمن. مارينا عزت زاهر. نورهان مصطفى عمر. والآن معترفين شعبة الدراسات السياحية 2020. علاء محمد فهمي حسين. حسن مصطفى ياسين إسماعيل. خلود أحمد سالم. شيماء صالح طه أحمد. عزة محمد عباس. إيرونيا أشرف ميلاد مسعد. محمود عيد محمد إسماعيل. نبيل سلطان حسن. نسمة السيد محمد أحمد. برهان عصام فهمي. ياسمين مهنا سيد مهنا. وأحمد محمد الثاني. صوري معاها. الآن مع شعبة الرصاصة الحكومية خريجي دفعة 2020. البداية مع الأوائل شيماء مجدي يونس. نرمين حسام
2020 شهر الدراسات. إسراء حسني محروس. أحمد محمود وهب. ثم أشرف الرحمن. دنيا محمد سيد محمد. محمد هادي محمد صلاح. أنور رمضان أحمد رمضان. مينا عادل إبراهيم عبد البصير. وندى محمد الأشرف. أحمد كمال محمد عبد الهادي. والخليل ندى هاني عطية عبد الفتاح. أما الآن مع أوائل الطلاب الدرجة الأولى شعر عنه فيما عصمت لنا كلف تهذيب ممتاز. أما أحمد أيوبي أحمد بتهذيب ممتاز. عمر محمد يوسف عقيل تهذيب جيد جدا. مريم هاني نبيل تهذيب جيد جدا. وفرح رضا ابراهيم أوائل الطلاب الفرقة الثانية شعبة السياحة والضيافة. زيادة طارق فؤاد حمودة تقديم الامتياز. أحمد عبد الجواد عبد الحليم عبد الجواد تقديم الامتياز. مريم رضا شحاتة عطية تقديم الامتياز. مهرعين فؤاد بشير إسحاق تقديم الامتياز. زينب حسام أحمد عبد العظيم. وفاطمة حسام أحمد عبد العظيم تقديم الامتياز. أوائل طلاب الفرقة الثانية شعبة الرجال السياحي. أحمد صلاح أحمد حسين ممتاز. مريم قاسم علي محمد ممتاز. نرمين أيمن صواريخ ممتاز. ملي ماجد منير ممتاز. نعمة الله جلال محمود جيد جدا. علياء شرع عبد الحي جيد جدا. هبة حسن أحمد إبراهيم جيد جدا. والآن أوائل طلاب الفرقة الثالثة شعبة الدراسات السياحية. ألاء طارق نبيل ممتاز. تغريد مصطفى عطل ممتاز. آية محمد عطية ممتاز. إسراء علي سليمان ممتاز. حنان جمعة ممتاز. شروق عبد الله محمد
كمان هايدي هاني كامل تقدير ممتاز. يوسف طارق شوقي تقدير ممتاز. والآن مع أوائل الطلاب تبقى أثرت شعب الأنشاد الموسيقي. آية حمدي عطام تقدير ممتاز. إيمان نبيل فتحي تقدير ممتاز. تسليم محمد أسعد تقدير ممتاز. ولاء زين العابدين علي تقدير ممتاز. دنيا جمال صلاح تقدير جيد جدا. منة الله عمر ابراهيم تقدير جيد جدا. وليلى محمد شفيق تقدير جيد جدا. إيمان النساء تقدير جيد. والآن مع كشف الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية، أسماء الطلاب المتميزين في الأنشطة في المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة. آلاء علي حسين علي، منة الله هشام محمود، دعاء أسامة محمود محمد، إيمان محمود رشدي محمود، ليلى محمد محمود عبد الرحيم، أحمد صلاح أحمد حسين، ملك وليد محمد السيد، نبيل أيمن صفائيل عبد المسيح، مريم قاسم علي محمد، آية محمد موافي أحمد، مسند عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن، روان شعبان حامد أحمد شعبان، مصطفى إبراهيم لبيب أحمد، ماري ماجد منير عيد، حورية هاني إبراهيم العزب، هبة الله وليد إبراهيم، هبة حسن أحمد إبراهيم، علياء شطا عبد العال جعفر، مريم عبد الله سعيد السيد. بسنت باسم فوزي عبد الله، أحمد مصطفى محمد مصطفى، إيمان نبيل سليم هني، شيماء محمد عبد المريد حامد، آية عبد السيد إبراهيم أحمد، ورفض شريف طارق. شباب كله يقرب هناك. تعالى بقى كده يا صورة جماعية. قربوا يا شباب هناك. الليله اللي لسه فيه فقرات كتيره جدا واجواء اكتر من رائعه مستنيينها معاكم. اتفضل. عشان هيبقى فيه مفاجآت جميلة جدا بالنسبة للطلبة وأولياء أمورهم. وهنبدأها بفقرة فلكلورية لفقرة التنورة. هنبدأها بفقرة التنورة وبعد كده هتبقى فقرة مفتوحة فري للطلبة. الأغاني اللي هم عايزينها اشتغلت لمدة نص ساعة، وبعد كده هتبقى فقرة المطربة والفنانة هدى.
والآن مع فقرة التنورة.